السلام عليكم لكل المتابعين. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك ومتابعة للقناة على اليوتيوب وعلى تيك توك. احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. احنا مثلا عندنا الريسيفر شغال بصفة مستمرة جدا ومتوصل بالنت. طب احنا عايزين نقلل استهلاك النت، يعني لو بتفرج مثلا على قناة عادية خالص مش محتاج النت في حاجة، طب انا ليه افضل مشغله ويستهلك معايا؟ للامان يعني، هو ممكن ما يستهلكش بس احنا بنقول للامان يعني. انا هروح على المنيو وعلى الشبكة وادوس اوكي، وانزل على ضبط الشبكة اللاسلكية وادوس اوكي، بحث عن الشبكة اللاسلكية. هلاقي عندي هنا عفوا، هلاقي عندي هنا الشبكة بتاعتي معمول لها كونكتد، وفي اوامر تحت زي ما احنا شايفين. هنا الازرق ادوس كونكتد، فورجيت، هنا اخرى، وهنا ريفرش. طب انا اعمل ايه بقى عشان مثلا اعمل كده، عشان يعني اشيل الشبكة، اعطلها بس لحد ما اجي استخدمها تاني؟ هدوس على زرار ديسكونكت اللي هو الازرق من الريموت اهو، هيقول لي do you want disconnect، هقول له نعم وادوس اوكي. هنا connected هتبقى disconnect، ده كل الموضوع هتبقى disconnect. طب انا عايز ارجعها تاني، هروح دايس عليها اوكي، هيقول له تشينج، يعني انت عايز تغير الباسورد، هقول له لا. يروح جاي لي هنا، استنى على لحظة، واداني الاي بيهات وهيقول له connected. تمام، يعني الموضوع سهل جدا 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 وبسيط ما بين ده وما بين ده، عشان ما اسحبش معايا النت برضو. ما تنسوش بس اللايك والمتابعة للقناة على التيك توك واشتراك على اليوتيوب، يعني دايما ما تنساش بالحاجات الحلوة دي يعني، ارجوكوا يعني، عشان الفيديوهات تنتشر لكل الناس وكل الناس تتابعنا. شكرا ليكم.